في عالم القوانين الكلاسيكية كل شيء متوقع، لكن فجأة ظهرت ميكانيكا الكم، علم غير كل المفاهيم وفتح باب للأسئلة اللي محدش قدر يجاوبها. وهنا يجي دورنا، جهزنا لك مجموعة سيشن هتاخدك خطوة بخطوة هتوضح كل مفاهيم الغامضة في ميكانيكا الكم. وعشان نفهم يعني ايه ميكانيكا الكم لازم نرجع للبداية خالص ونبدأ نسأل ايه هي نظرية علم الفيزياء؟ علم الفيزياء ليه 4 نظريات أساسية، وهم الميكانيكا الكلاسيكية كلاسيكال ميكانيكس، النسبية العامة جنرال ريلاتيفيتي، نظرية الحقل الكمومي كوانتم فيلد ثيوري، رابع فرع وهو ميكانيكا الكم كوانتم ميكانيكس. خلينا دلوقتي نتعمق أكتر في مفهوم الكوانتم ونقسمه ليه كوانتم 1 كوانتم 2 كوانتم 3 ريلاتيف كوانتم ميكانيكس. كل مستوى فيهم ليه مفاهيم كتيرة هنوضحها خطوة بخطوة. في كوانتم 1 هنبدأ نتعرف يعني ايه طبيعة مزدوجة للموجة، وايه هو مبدأ عدم اليقين، وكمان هندرس معادلة شرودنجر بأشكالها تايم ديبندنت وتايم اندبندنت، وكمان هنطبق على الأنظمة البسيطة. بعد كده ندخل في كوانتم 2 وهنا هندرس فورماليزم اوف كوانتم ميكانيكس، وهنفهم يعني ايه فضاء هيلبرت ودايركت نوتيشن. ومش بس كده، وكمان هنطبق على اللي اتعلمناه في الانجولار مومنتم والسبان. واخيرا هنحل معادلة شرودنجر في الهيدروجين اتوم ونعرف ازاي الكوانتم نمبرز ظهرت. وبعد كده يجي دور كوانتم 3، وهنا نبدأ من أول توضيح كتير من الأنظمة المعقدة اللي ملهاش exact solution، وده باستخدام البريتوربيشن ثيوري، ولحد ما نوصل للفيمن باث انتجرال. في المستوى الأخير من نظرية الكم وهو relativistic quantum mechanics هنتعرف على دمج النسبية الخاصة مع ميكانيكا الكم، وبكده نكون عرفنا كل حاجة عن ميكانيكا الكم. فلو أنت مهتم قول لنا في التعليقات.